السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مو ماذا. معاك اخوكم محمد محسن. قبل ما نبدأ حلقتنا وكالعادة مش عايز افكركم بفضل الله ليس امرا، عايزين نوصل الحلقة ديت لاعلى عدد مشاهدة ممكنة. وقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام، وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدا حلقتنا. ماس للمعلول، كورة لعلي 86 دقيقة. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن في راي خلاص، رفعوها شالوها هزوها كسبوها ربحوها. خلاص دربي القاهرة يحكم بإحكامه. فينال الشامبيونز ليج يدلي بأرقامه. النادي الأهلي بطل. عندنا حلقه مهمه جدا، عندنا حلقه قويه جدا، عندنا بعض الاخبار، وفي عز ما كاس العالم بيتلعب طبعا، وفي عز ما هو خاطف الاجواء المحليه عندنا ليها طابعها الخاص، وعندنا اخبار كتير جدا. بس قبل ما نبدا اخبارنا المحليه كان عندي حاجه كده عايز اتكلم فيها معاكم. طبعا كلنا شفنا الكاميرون وهي بتتعادل مع صربيا بنتيجه 3-3 في المباراه اللي جمعتهم امبارح، وعدم ظهور الحارس الاساسي لمنتخب الكاميرون. طبعا للي عرف واللي ما يعرفش، حارس الكاميرون تم استبعاده نهائيا من قائمه منتخب الكاميرون. مدرب منتخب الكاميرون سونج قرر استبعاد اونانا حارس الكاميرون من معسكر المنتخب نهائيا. والسبب الرئيسي بقى اللي خلى سونج يستبعد اونانا من معسكر المنتخب وهو ان اونانا ما بيعتمدش طريقة لعب الحارس التقليدي، ان هو مجرد حارس مرمى كل اللي عليه ان هو يتصدى للكرات لا اكتر ولا اقل. ولكن حارس المنتخب الكاميروني اونانا ليه طريقة لعب مختلفة. حارس المنتخب الكاميروني بيطلع دايما بره مرماه، بيطلع دايما لنص ملعبه، بيعتمد ان هو يلعب برجله كتير، بيعتمد على رجله اكتر، بيعتمد ان هو يباص كتير، بيعتمد ان هو يلعب كتير. وده اللي مدرب المنتخب الكاميرون سونج رفضه وعلق عليه مع حارس الكاميرون اونانا، وطلب منه طبعا ان هو ما يكملش بنفس طريقه اللعب. ولكن اونانا رفض واصر على طريقه لعبه. اللي بيجي مدرب المنتخب الكاميروني سونج وبيقرر استبعاد اونانا نهائيا من معسكر منتخب الكاميرون في فعاليات كاس العالم قطر 2022. اما عن اخبارنا المحليه، احاله تاكيس جونيوس مدرب نادي بيراميدز للتحقيق. طبعا مش هتلاقي ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده، ولكن احاله تاكيس جونيوس للتحقيق. ليه بقى تحول للتحقيق تاكيس جونيوس؟ علشان ومش لاول مره جونيوس بيعترض على الحكام المصريين. ومش بس كده، ده بيصرح تصريح مش مسؤول، ان هو بيقول ان الحكام الاجانب افضل من حكام المصريين بمراحل، وعلى اساسه لجنة الانضباط احالت تاكيس جونيوس للتحقيق معاه في التصريحات اللي قالها ضد الحكام المصريين. مارسيل كولر يرفض جميع العروض المحلية والاوروبية اللي جاية للعيبة النادي الاهلي. صرح مارسيل كولر ان هو يرفض الاستغناء عن اي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي، باستثناء لاعب وحيد الا وهو محمد محمود. مارسيل كولر بلغ مجلس الادارة ان هو ما عندوش النية في الاستغناء عن اي لعيب في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية، باستثناء محمد محمود لاعب خط وسط النادي الاهلي، سواء ان هو هيطلع بالاعارة او بالبيع النهائي. والصراحة أنا شايف إن محمد محمود ما خدش حقه مع الفريق، ما خدش حقه مع مارسيل كولر. طبعا أكيد في التدريبات مارسيل كولر ليه وجهة نظر، ليه رؤية، هو شايف حاجة معينة إحنا أكيد مش شايفينها. ولكن من وجهة نظري إن محمد محمود كانت موهبة تستحق إن هي يتصبر عليها، كان موهبة يستحق إن هو ياخد فرصته مع النادي الأهلي. ولكن طبعا القرار الأخير لمارسيل كولر اللي رفض الاستغناء عن أي لاعب فريق النادي الأهلي باستثناء محمد محمود. ويا رب وربنا يوفقه في الخطوه اللي جايه، سواء كانت بالاعاره او بالبيع النهائي لاي نادي هيكون معاه.
وبعد تعرض عبد الغني لاعب نادي الزمالك بالاصابه بالعضله الخلفيه، عبد الغني بينفذ المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي واصبح جاهز خلاص ان هو يشارك مع نادي الزمالك، ولكن رفض مشاركه اللاعب مع الفريق خلال المباريات اللي جايه الا بعد عمل اختبار طبي للاعب يحدد موقفه من المشاركه مع الفريق في الفتره اللي جايه. فيريرا اللي اصر ان هو يصبر على كل المصابين، اللي اصر ان هو ما يستعجلش على عودة المصابين علشان محدش يرجع من المصابين وهو يكون لسه مش كامل 100% شفائه فيحصل له تضاعف في الاصابة بتاعته، تؤدي ان الاصابة بتاعته تزيد ما تخفش. ولذلك فيريرا بيرفض الاستعجال في عودة المصابين لنادي الزمالك. وبالنسبة لعبد الغني، فيريرا قرر ان اللاعب يخضع لاختبار طبي علشان يحدد موقفه من المشاركة مع الفريق الفترة اللي جاية. وده كان بالنسبة لموقف عبد الغني لاعب نادي الزمالك. اما بالنسبة لمحمد عبد المنعم وحمدي فتحي واكرم توفيق فاصبحوا جاهزين 100% للمشاركة مع النادي الاهلي في المباريات اللي جاية، واللي طبعا النادي الاهلي عنده مباراة يوم الجمعة الجاية امام طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري. ده طبعا بعد عودة محمد عبد المنعم بعد ما اجرى جراحة في الانف، ولكن تمثل الشفاء خلاص وهو جاهز حاليا للعب مع النادي الاهلي. وعودة حمدي فتحي بعد ما اشتكى من الاصابة من العضلة الخلفية، حمدي فتحي اصبح جاهز 100% للعب مع النادي الاهلي في مباراة طلائع الجيش اللي جاية. ده غير اكرم توفيق طبعا بعد ما خد راحة في مباراة المقاولين امام النادي الاهلي اللي النادي الاهلي كسب فيها بنتيجة نادي المقاولين بضربات الجزاء وصعود النادي الاهلي لدور ربع النهائي. خلاص اكرم توفيق جاهز بدء المباريات الرسميه مع النادي الاهلي بدايه من مباراه طلائع الجيش المحدد لها يوم الجمعه القادم بامر الله. اما بالنسبه لنادي البنك الاهلي، مسؤولي النادي البنك الاهلي قرروا ايقاف مستحقين اللاعبين وذلك نتيجه خساره مباراتهم امام فريق بيراميدز في دور الثمانيه في بطوله كاس مصر، واللي كسبها نادي بيراميدز بنتيجه 2-0 وصعوده لدور ربع النهائي وخروج البنك الاهلي من بطوله كاس مصر. فمجلس اداره نادي البنك الاهلي والمسؤولين قرروا وقف مستحقات اللاعبين. وبالنسبه لمباريات الدوري المصري عندنا يوم الاربعاء بيراميدز وحرس الحدود والبنك الاهلي وانبي، ودي الساعه 3 الا ربع، وغزل المحله والاتحاد السكندري ودي الساعه 7. اما بالنسبه ليوم الخميس ففاركو واسوان وفيوتشر والداخليه هتكون الساعه 3 الا ربع. اما مباراه المصري مع نادي الزمالك هتكون الساعه 7. ويوم الجمعه بتيجي مباراه سموحه مع الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا مع المقاولين في تمام الثالثه الا ربع. وبيجي بعديهم مباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش اللي مقرر ليها الساعه 7. كل التمنيات لكل الفرق اللي هتشارك، طبعا كل التمنيات للنادي الاهلي عوده الدوري المصري ان شاء الله. الدوري السنه دي اهلاوي ان شاء الله، النادي الاهلي يفضل ماشي على نهجه. نتمنى كل التوفيق لكل الفرق ولكن بالاخص النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله الدوري اهلاوي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده اخواتي وحبايبي. مش عايز افكركم لو الحلقه وصلتكم اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وفضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. واستنوني في حلقه جديده من استوديو ممادة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.